يلا بينا ندي البيبي اول حمام. كتير من الامهات بيبقوا متقلقين من اول حمام، نحمي ولا لا بعد الولاده؟ طب السره وقعت ولا لا؟ المفروض احمي ولا لا؟ يعني لاخر الفيديو وانا هرد على كل اسئلتك. اولا، اول حمام بيفضل ان احنا ناخره بعد الولاده ساعتين تقريبا، عشان البيبي بيبقى متغطي بماده شمعيه بتبقى حافظه جلده من درجات الحراره، بتبقى عامله له زي حفظ درجه حراره جسمه. فبيفضل ان احنا نأخر الحمام بعد ساعتين من الولادة. ثانيا، وجود السرة لا يمنع من اخذ الحمام، لكن بشرط ان احنا هنجففها كويس قوي بعد الحمام، وهنحط عليها الكحول بتاعنا اللي احنا بنغير بيه السرة. البيبي لما بندي اول حمام بيفضل يكون في غرفة مغلقة ما فيهاش تيارات هواء كتير، وفي وقت ما فيهوش دخول وخروج كتير. بنقلع البيبي هدومه، وبنخلي اخر حاجة اخر فانلة لابسها او اخر شاية عشان نقدر نبقى متحكمين في البيبي، بالذات لو لأول مرة. بنخلي راسه لورا وبنغسل شعره لورا وننشفه واحنا ماسكينه الاول، وبعدين بنقلع اخر فانلة وندي البيبي نغسل جسمه وننشفه ونلبس على طول. متقلقوش من اول حمام، ما عندناش مشكلة، ومش لازم نستنى لما السرة تقع. دمتم بحب وعافية. معاكم دكتورة زينب عبد اللطيف، رفيقة أمومتك الأولى، استشاري الأطفال وحديث الولادة، واستشاري دولي رضاعة طبيعية وتغذية علاجية للأطفال.